يا جدعان والله العظيم لكم وحشه، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب وصحه وسعاده. كل سنه وانتم طيبين، وعارف اني بدات انتظم وكل يوم بقى في فيديو اهو، يعني مش محارمكم من حاجه. فقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وتعمل لايك وتشترك في القناه. انا صوتي بيروح ولسه جاي من بره، والجو تراب والدنيا متمرمطه على الاخر، وفي ناس عماله تهبط في السوشيال ميديا عن الارصاد الجويه، كل واحد عامل فيها خبير ومش فاهمين اي حاجه. فتعالوا نشوفهم مع بعض ويلا بينا. جت مخصوص. استنى. ايه يا دكتور، انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا الراجل واقف في بلاعه. استنى. لحقوه طيب؟ ايه؟ لحقوه؟ مش عارف، الله اعلم. استنى هجيب هتتعاد له تاني. هو ده اهو، ماشي طبيعي. بس ده الفيديو ده لسه نازل جديد. خد يا زلف. ايه يا دكتور، انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ المفروض ما نضحكش على الناس زي كده. الناس بتشقى وبتتعب، اقسم بالله انها طالعه في الوقت ده. هو اصلا يعني غلط، حرام حرام والله. بيضحك على الزهر. اه ايه is connected صعبة دي. successfully. استنى. خلاص وحد الله، صلى على النبي. صلى. انا غلطان ان انا سمعته اصلا، والله العظيم. تاني انا دي غلطه عمري ان انا دخلت على الانستا، لان انا بكل ما اخش متخض بيجي لي صرع هناك. الدوله مبلغه محدش ينزل غير للضروره القصوى بسبب سوء الاحوال الجويه. الشعب المصري ده تلج. ده بجد يا جدعان. الله، يا رب نفضل كده يا رب. يا رب نفضل. اقسم بالله يا جدعان انا نفسي في الجو ده قوي، نفسي اعيشه. انا خايف من الصيف، انا ما بحبش الصيف، انا بعشق حاجه اسمها شتاء. يعني نفسي اعيش في الجو ده والله. رياح امطار، سيول انهار، بحر محيطات. انا شغال. ده فرح للدرجه دي؟ انتوا رايقين قوي كده سيول يعني. انهار. في عز المرمطه دي بيعملوا فرح. ازاي يا اخوانا؟ ده لو والله العظيم ما عارف اقول ايه. باتمان. الحارس الذي لا يبادر الشر. الكلام ده في مصر. من طرف ابن بارق احنا بلد ناشفه. عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر. يا لهوي يا جدعان، بحس انهم مبسوطين، يعني عايشين في متعه وتجربه لذيذه خالص يعني. بس اهم حاجه ان تطلع منها على خير، ومحدش يتصاب ولا يحصل له حاجه وحشه، وما تجيش فتره زي كورونا، عشان حاسس ان 2020 بتتكرر تاني. وربنا يستر، ربنا يستر والله. الايام دي ما ترجعش تاني، الله المستعان. بس يدخل حياتك الشخص الصح وينور حياتك. بصي نفسي. ابعد عني والله، الدنيا مظلمه. قربي كده. تحفه. ازاي؟ ده بجد. عشان لابسه حاجه فاتحه. مش اسمع، لسه جامد والله. الدنيا بتضلم، دي علامه. طيب اهو بتضلم. الله. اهو خلاص بلاش رومانسيه في الفيديوهات، عشان انا سنجل بائس حقير. والله بجد. شفت برضو والله. انتوا الاتنين بتنوروا حياة بعض. حلو. لسه ضلمه. ظلمت جدا. بص اهو. يا رب اعيش نص اللحظه دي يا جدعان، انا بموت هنا. الو، حد يعبرني. ايوه يا فندم، احنا قررنا ان احنا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق، هنربيها. الكتاكيت تكبر هتبيض، البيض هيفقس هيطلع كتاكيت، الكتاكيت هتكبر هتبيض، البيض هيفقس يطلع فراخ، ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس. مشروع يجنن. والمشروع ده يتكلف قد انا اللي والله والله انا اللي ربطت في اسم الفيديوهات اللي عمال اشوفها النهارده دي. اقسم بالله يا جدعان انا اكتشفت ان احسن ميعاد تبقى رايق وفاصل فيه بجد من بعد الفجر، وتسجل فيديوهات. اقسم بالله بتستخسخ ضحك على اي عبط بتشوف، اي حاجه بتشوفها بتفضل ضحك. مش عارف ايه السر في كده، مش عارف. وخرمي ولا اتنين، هم ايه دول؟ كله بيفتي فتي السنين. والفيديو ده ناس تقول واسع وناس تقول ضيق، بس الخرم ده هيغرق اسانيدي. يا سلام. انا بحاول اصفي النيه. يا جدعان، حد يعرف اسم المغنيه؟ لان انا بسمع صوتها كتير، مش عارف هي مين اللي بتغني الاغاني دي. يعني نفسي اقفشها، لان انا بسمع اغانيها كتير اليومين دول. يعني
الوحيد اللي عمره ما فكر حتى طلباته ومتطلباته في الحياه طب نكت الاغنياء مالها؟ عمرها ما زادت يعني هو لما تعرفه لحد اخر يوم ما كانش مثلا يعني الوحيد اللي عمره ما فكر يشتري طياره هو كان دايما ياخد الطيارات بتاعتنا عشان هو مش قابل فكره انه يشتري طياره حتى طلباته والله العظيم والله انت يا جدعان ده طالع له هالات بيضة من كتر الراحة اقسم والله طالع له هالات بيضة. انت شايف حوالينا انا عامل ازاي يا ريس؟ انت شايف انا عامله ازاي؟ طب انا عايزه اتصور صوره زي البنات اسكندريه يعني انا مش فاهمه ايه ده يعني انا يعني ما لو عملت كده يعني ايه بصي انت 150 سم ارضي بقضاء ربنا وعيش على ال 150 قولي الحمد لله في اللي اقصر منك على فكره. بحتسب ليه ما ببين التليفون طب انزل كده طب ما انا مش باينه عامل ايه يعني فاهمه في ايدي اهي الايد الطبيعيه اهي اللي انا حاطاها كده جنب وشي ايه ده بقى اللي تحت ده ايه ده والطبيعي ان الناس مش بترفع التليفون لحد وشها لا هو بينزل لتحت كده شويه وبيقرب سنه لا هي موصله لحد دماغها فوق يعني هيروح فين تاني فعلا. الدنيا ريشه في هوا طايره بغير جناحين واحنا ولا ارجع على خد ريوس وارجع على انت مش شايفني ماشي مستقنيص افسح مجالا دعني امر الطريق طريقي امشي ارجع ورا شايفني مبسوط وماشي ايوه كده الدنيا ريشه في هوا طايره بغير جناحين. والله العظيم يا جدعان ساحب الصوت اقسم بالله جامد ودماغه رايقه. واحنا النهارده سوا وبكره هنكون فين فوق عربيتك هدغدغها لو ما سبتنيش هعدي ايوه كده احترم نفسك. بس تخيل انت لو فعلا ما سمعتش كلامه صاحب العربيه والفيل هيعدي عليه يا لهوي الله يرحمها هي يا دوبك دوسه واحده وشكرا. تعالوا هنا This is the end. يا دين امي ده دخل جوه دخل جوه يا رب يطلع اي يا رب يطلع اي ما يكونش حقيقه لان ده لو بجد الخضه انا ممكن اموت من الخضه بس مش لسه استناه يكونني لا هموت. يعني الدنيا خربانه والدنيا ميه وفي واحد عبيط وهبل هناك اهو بيسقي ازاي يعني انت في ايه ده بجد يعني احنا خلصنا الوقفه من بدري انا عايز افهم انت دماغك فيها ايه مع المطر باين اهو الدنيا غرقانه وده بيرش يا بابا انت حالتك صعبه لا اله الا الله لا اله الا الله. وانا حاسس ان هو موظف او حد شغال في مهنه يعني تبع الشوارع وكده بس ان لقى الارض مبلوله بره قال اكملها جوه يعني فاهم في حاجه انا مش قادر احللها او افهمها بس هو الله يعينه ويساعده الصراحه. يا جدعان اكتشفت ان انا عندي موهبه انا لو لقيت حد يمولها هعمل شيفت كارير بكره الصبح ركزوا معايا كده. عادي بتحصل ده انا كنت فنان فيها اصلا اللعبه دي. مش بس كده لا مش بس كده يا ابن اللعيبه لا دي قويه دي قويه صايع والله. بس كده لا مش بس كده انا بجد يا جماعه مش فاهم اللي بيحصل بجد. بس بصوا يعني بصوا هتقلق بجد والله ما فاهم بجد مش فاهم. عايش اقول لكم حاجه كمان غريبه يعني عايش حبيبه خال اوعى اللي في بالي يحصل. استنى حبيبه خال والعب معاكي حركه. الطفل خاف يا جدع اقسم اوعى تشقلبنا احنا كمان احنا غلابه والله. طلع المونتاج حاجه صعبه يبان انه بسيط على فكره بس اقل حاجه فعلا بتبقى مرهقه وبتحتاج منك شويه تركيز ووقت. فقبل ما اقفل قررت ان اعمل حاجه لطيفه كده في كل فيديو اسيب لكم ايه جميله كده او حاجه قرانيه فاهم فيعني انا استفاد وانتوا استفادوا وناخد ثواب حاجه جميله والله نعملها لاخرتنا برضه يا جماعه. فقبل ما اقفل صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ولو انت كملت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقدر تمنشن لي في الرابط موجوده في الوصف تحت على اي فيديو عاوز نتكلم عليه في الفيديوهات الجايه وسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.